السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل هوانم مصر والوطن العربي. النهاردة فيديو جديد عن موضوع مهم جدا، ناس كتير قوي بتسأل عنه، وهو المنفحة أو الرنت. المنفحة دي هي اللي بتستخدم لتصنيع الأنواع المختلفة من الجبنة. هنعرف من الفيديو النهاردة ايه هي المنفحة وايه انواعها والاماكن اللي بتتباع فيها، وده مهم جدا الاماكن اللي بتتباع فيها، لان ده بيبقى العائق الوحيد قدام اي ست بيت عاوزة تصنع الجبنة في البيت ومش عارفة تشتري المنفحة منين، لانها مش بتبقى معروفة قوي بالنسبة للبائعين. كل ده هتعرفيه معايا النهاردة في الفيديو. بس قبل ما ابدأ الفيديو، اللي ما يعرفنيش، انا الدكتورة سمسمة، ودي قناتي، قناة صحة وجمال وطبخ، واللي بقدم لكم فيها سلسلة حلقات متتالية عن الصحة ووصفات للجمال والطبخ للمبتدئين. ويلا بينا نبدأ حلقتنا ببسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. المنفحة هي عبارة عن مادة بتساعدني في اني اصنع الجبنة. بتوجد اما في الحالة السائلة زي اللي قدامكم دلوقتي في الفيديو، او في الحالة الصلبة على شكل اقراص. المنفحة بتحتوي على انزيم اسمه الكيموسين او الرينين. الانزيم ده هو اللي مسؤول عن تحويل اللبن او الحليب زي ما دول الخليج بتطلق عليه من الحالة السائلة اللي هو عليها للحالة الصلبة اللي هي الجبنة. وهو ده باختصار شديد جدا تعريف المنفحة. طيب ايه هي انواع المنفحة؟ المنفحة ليها 4 انواع. اول نوع وهو اللي قدامنا في الفيديو دلوقتي اسمه المنفحة الحيوانية. المنفحة الحيوانية دي بتستخلص من المعدة الرابعة للعجول الرضيعة او المعدة الحقيقية اللي بتقوم بعملية الهضم. العجل الرضيع بيبتدي يتناول اللبن بيدخل على المعدة الحقيقية بتاعته، بيروح ينزل عليه انزيم الكيموسين اللي موجود اوريدي في المعدة، بيخرج على اللبن ده يعمل له عملية تخثر او تجبن. عشان كده احنا اخدنا الفكرة دي في تصنيع الجبنة، جبنا انزيم الكيموسين واستخدمناه في تصنيع الجبنة. جزء واحد من انزيم الكيموسين بيجبن 15,000 جزء من اللبن او الحليب. طيب المنفعة الحيوانية دي من مميزاتها ان هي مش بتأثر ابدا على طعم الجبنة خالص لما بنستخدمها في تصنيع الجبنة، لان المنفعة دي بتخرج تاني مع الشرش زي ما هوريكم ان شاء الله في فيديو الموتزاريلا اللي هقدمه لكم. ايه هو بقى النوع التاني من المنفعة؟ اسمها المنفعة النباتية، ودي بتستخلص من بعض النباتات زي نبات الخرشوف ونبات الشوك البري ونباتات كتير قوي. النباتات دي فيها انزيم مشابه جدا لانزيم الكيموسين، عشان كده استخدمناها في يعني كمنفعة للجبنة. عيوب المنفعة دي ان هي ملهاش تركيز ثابت، علشان كده ده مش بيخليني اقدر احدد الكمية المطلوبة لتصنيع الجبنة. كمان من عيوبها ان هي بتسيب طعم مرارة في الجبنة، وده طبعا مش بيبقى شيء مستحب. عشان كده الناس اللي بتستخدم المنفعة عشان تصنع بيها الجبنة مش بتفضل ابدا المنفعة النباتية. تالت نوع عندي هي المنفعة الميكروبية، ودي بتكون ناتجة من نشاط بعض الكائنات الحية الدقيقة، وبتبقى طبعا المنفعة الميكروبية دي مناسبة للناس اللي هم النباتيين. كمان عمر المنفعة الميكروبية بيصل إلى 2 سنين لأنها بتكون مجففة زي الأقراص. إنما من عيوب المنفعة الميكروبية إن هي مع طول فترة تخزين الجبنة المصنعة بيها بتديني طعم مر، عشان كده برضو مش بنفضل المنفعة الميكروبية. النوع الرابع عندي هي المنفعة المعدلة وراثيا، اللي هي باخدها من الخمائر، وطبعا انا مش هتكلم كتير عن النوع ده لانه مش منتشر قوي. طيب من كل الانواع ال4 دول ايه افضل نوع؟ بلاقي عندي ان افضل نوع هي المنفعة الحيوانية اللي موجودة قدامك في الفيديو دلوقتي، لان تقريبا ملهاش عيوب ومش بتسيب اي طعم مر في الجبنة، لكن يعني بس صلاحيتها هي اللي بتبقى قليلة شوية، 3 شهور بس. انا يعني في المجمل بقول ان المنفعة الحيوانية هي افضل انواع المنفعة. طيب ايه هي بقى
النقطة المهمة النهاردة في الفيديو، أماكن بيع المنفعة. مشكلة المنفعة زي ما قلت لكم إن ناس كتير قوي مش بتبقى عارفة المنفعة هي ايه، حتى كتير من الصيادلة مش بيبقوا عارفين برضو هي ايه المنفعة. عشان كده انا هقولك بالظبط تشتريها منين وايه الاماكن اللي بتبقى متوفرة فيها المنفعة بكل سهولة. اول مكان ممكن تشتريها منه هي الصيدلية البيطرية، ودي بتكون موجودة فيها المنفعة على شكل اقراص مجفة مش سائلة زي اللي في الفيديو. كل قرص عفوا كل قرص بيقدر يخدم كيلو 3 كيلو من اللبن او الحليب، يعني كل قرص بيبقى مناسب ل3 كيلو لبن علشان يخسرهم او يجبنهم. تاني مكان هي الصيدلية البشرية طبعا. تالت مكان ممكن من منافذ كلية الزراعة او مدرسة الزراعة. كمان ممكن تلاقي المنفعة عند الجزار، بتبقى يعني زي شكل جبنة كده موجودة عند الجزار، لو قلتيله عليها بيعرفها وبيديها لك وبتفضل معاكي مدة. لو ما لقيتيش في كل المنافذ دي ممكن تشتريها من على النت من مواقع التسوق الإلكتروني زي سوق.com. طيب الناس اللي عايشة بقى برا مصر مش بيبقى عندهم اسمها منفعة، بتبقى تحت مسمى تاني وهو الرينت. طيب المنفعة بقى اللي معايا في الفيديو النهاردة دي اللي انت شايفاها قدامك، صلاحيتها زي ما انت شايفة كده بتبقى 3 شهور. باخد منها حوالي معيار معلقة شاي صغيرة لكل كيلو لبن او كيلو حليب. ولكن بعد ال3 شهور هل برمي العبوة اللي عندي دي؟ لا، في الحقيقة انه انا مش برميها، ولكن بضاعف الكمية. بمعنى لو انا هستخدم معيار معلقة شاي واحدة، لا بستخدم معيار معلقتين شاي لكل كيلو لبن حليب. وزن العبوة اللي قدامي، وعلى فكرة بتكمل معايا لمدة سنة، يعني ممكن تستخدمي العبوة دي للناس اللي بتعمل مشاريع تكمل معاها لمدة سنة. وزن العبوة اللي قدامك دي حوالي 500 ملي جرام. لونها زي ما انتم شايفين كده مايل للون البني، ملهاش اي ريحة نفاذة. تمن العبوة 25 جنيه، وده طبعا تمن مناسب جدا، شايفاه يعني اقتصادي ومناسب. لو عاوزة تعرفي انا اشتريتها منين بالظبط ورقم المحل وعنوانه بالتفصيل اكتبيلي في الكومنتات، وانا هبعتلك صورة كارت المحل وهقولك تروحي ازاي بالظبط والتليفون وكل التفاصيل. يا رب الفيديو النهارده يكون مفيد بالنسبة لكم. لو عجبك الفيديو اعملي شير عشان انتي تستفيدي وغيرك يستفيد، واعملي لايك لان ده اكيد بيساعدني. ولو لسه مشتركتيش في القناة اعملي اشتراك وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. خلصت حلقتي، ليكم مني أرق التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.